السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا جماعة في أول فيديو في أكاديمية قادة أحلى شباب، وبنكمل مع بعض سلسلة شرح كتاب قلب جديد لمن يريد في الاستعداد لرمضان. عملنا لحد دلوقتي فيديوهين وده الثالث إن شاء الله، وبنفتكر مع بعض يا جماعة إن شاء الله إن إحنا دلوقتي بقى في أقل من 100 يوم على رمضان إن شاء الله. طيب إحنا قبل ما أتكلم عن الحلقة دي كنت عملت عليها اعلان كذا مره ان انا بسال سؤال: مين يا جماعه منكم حاسس ان هو ساعات بيعمل اعمال كتير ولكن حاسس ان كتير من اعماله دي ما بتوصلش لقلبه؟ ومين بيعمل اعمال وما بيحسش ان اعماله دي بتقربه من ربه؟ قضية كتير يا جماعة، قضية كتير متكررة الناس بتشتكي منها، في انه يحس ان هو بيعمل اعمال كتير ولكن حاسس ان قلبه ما بيتأثرش بيها ومش حاسس ان هو بيقرب من ربنا. فيا ترى المشكلة دي ايه؟ واحنا بنقول ان احنا عاوزين ان احنا ان شاء الله في بداية رمضان السنة دي نستعد لرمضان بقلب جديد لمن يريد. عاوزين نشوف ان شاء الله ازاي نحصل على هذا القلب. عاوزين بقى في الحلقة دي قلب قريب، قلب قريب من الله، قلب ما هوش بعيد عن ربنا. فنلاقي ان في الكتاب ابن القيم يا جماعه بيقول جمله جميله قوي، هي دي اللي احنا عايزين نعيش معاها النهارده بقى. بيقول لك ايه؟ بيقول لك: وقد تجد الرجل كثير العمل ولكن لا يصل من عمله الى قلبه شيئا. وقد تجد الرجل كثير العمل ولا يصل من عمله الى ربه شيئا. تاني بقى بيقول ايه؟ ممكن تلاقي واحد بيعمل عمل كتير جدا ولكن مفيش حاجه من عمله بتوصل لقلبه. يا ترى ايه اللي معطل العمل انه يوصل للقلب؟ وبيعمل اعمال كتير جدا ومش حاسس انها بتوصلها لربه. طب ايه يا ترى اللي بيخلي الاعمال ما توصلش لربه؟ فقال انه اكتشف بقى ان السبب في ده ان بين العمل وبين القلب مسافه، وبين القلب وبين الرب مسافه، وبينهما قطاع طرق. يعني مش بس في مسافه ما بين العمل والقلب وما بين القلب والرب، لا، ده في قطاع طرق ما بين وصول العمل للقلب وان القلب يتاثر بيه، وما بين وصول العمل الى الرب وان العمل يكون متقبل من الله سبحانه وتعالى. طيب عاوزين نعرف ايه هي بقى اهم قطاع الطرق دي يا جماعه عشان ناخد بالنا منها كويس قوي ونحذرها كويس قوي. صلوا على النبي يا جماعه. اول حاجه بقى تعالى ما نشوف ايه العائق الرئيسي. ده اشيلها لكم اهي بقى واحده واحده ونشوفها. ايه يا ترى العائق الرئيسي؟ العائق الرئيسي يا جماعه ان ممكن يكون العمل ما فيهوش الشرطين الرئيسيين للقبول، والشرطين الرئيسيين للقبول هما الاخلاص والمتابعه. الاخلاص ان العمل يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى بنسبه 100%، والمتابعه ان العمل يكون سليم على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. في المتابعه متابعه النبي صلى الله عليه وسلم. انا ممكن اكون بصلي لله كويس قوي بس ما ينفعش 5 6 ركعات، لا، الظهر مثلا 4 ركعات، ليه؟ ده الاخلاص. بصلي لا، المتابعه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وزي ما ربنا امر. فاول حاجه عشان العمل ياثر في قلبي ويوصل لربي لازم يكون مخلص لله بنسبه 100%، ويكون على سنه النبي صلى الله عليه وسلم بنسبه 100%. ده اول حاجه. وبعدين عشان العمل يطير ويصل الى القلب لازم الطير ده يا جماعه، يا ريت لو نقرب عليه كده، لازم الطير ده يكون واضح. ايه هو الطير ده بقى يا جماعه؟ ده القلب الجديد اللي احنا عاوزينه. كان ابن القيم بيقول: واعلم انك لابد ان تطير الى الله بين جناحي الخوف والرجاء ورأس الأمر المحبة. شبه إن القلب الحلو اللي بيقرب من ربنا بقى يا جماعة، القلب الجديد اللي إحنا عاوزينه أشبه بالطائر اللي بيرفرف ما بين جناحي الخوف والرجاء ورأس الأمر، رأس الطائر، المحبة. يعني لما تبقى بتعمل عمل لله سبحانه وتعالى أكون بعمله ليه؟ لأني بحب ربنا، بحبه بس؟ لا، بحبه وبخاف من عذابه ومن ناره وبطمع في رضاه وفي جنته. ما ينفعش ان احنا نقول احنا بنعمل عشان بنحب ربنا وبس، لا، نعبد الله سبحانه وتعالى حبا وخوفا ورجاء. طيب فدي من اهم الحاجات اللي توصل العمل للقلب فالقلب يتاثر بيه. وايه كمان؟ ان يكون هذا العمل اللي انت بتعمله لله بيورث في قلبك زهد في الدنيا ورغبه في الاخره. ان يكون الطير ده بيبعد عن الدنيا وبيقرب من الاخره، كده القلب يبدا يتاثر. انما لما انت تكون بتعمل اعمال بتقربك من الدنيا اكتر وبتعلقك من الدنيا اكتر يبقى ده غلط، وانت كده بتتضر بيها مش بتستفاد. فيبقى مهم جدا ان الطائر ده يطير في اتجاهه صح، باتجاه القلب، ويؤدي الى زهد في الدنيا ورغبه في الاخره. طيب ايه كمان من اسباب ان العمل يكون مش بيؤثر في القلب؟ هو غياب النور. نور
القلب يا جماعة بالذكر، نور القلب بالقرآن، نور الذكر بالطاعة. لما بيغيب هذا النور اللي في البصيرة اللي في القلب، ما يقدرش القلب يفرق ما بين الحق والباطل، وتلاقيه ضايع في الفتن وفي الشبهات والشهوات، وتلاقيه مش قادر يفرق ما بين اولياء الله واعدائه، وعنده مشاكل في الولاء والبراء، والدنيا عنده بايظه، لان قلبه مش منور بنور العلم. لازم يكون عندك علم عشان تبصر الطريق الى الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب يبقى انت عندك عشان قلبك يكون منور لازم يكون عندك علم عشان تعرف تميز. عشان يكون لقلبك حياه محتاج الحياه والروح للقلب بالقران وحياته بالذكر. طيب دي المسافه ما بين العمل والقلب. طيب عايزين نشوف بقى، انا لو حتى عملي بيصل لقلبي، ايه اللي بيمنع ان عملي يصل من قلبي الى ربي؟ قال لك ان في قطاع طرق. تعالوا نركز مع بعض بقى يا جماعه، مين هم قطاع الطرق الرئيسيين دول، ونشيل مع بعض الورقه كده ونشوف هم مين بقى قطاع الطرق الخطيرين دول. صلوا على النبي يا جماعه. عندنا يا جماعه 5 قطاع طرق رئيسيين، خلي بالك منهم كويس قوي، وهم دول اللي بيبوظوا اعمالنا يا جماعه. اول حاجه رؤيه العمل، انك بعد ما تعمل عمل لله تقول يا سلام، ده انا عملت عمل جامد قوي النهارده، ده انا تعبت قوي النهارده، ده انا عرقت قوي النهارده، ده انا بذلت مجهود كبير قوي النهارده. المرحله اللي بعد رؤيه العمل انك تعجب بالعمل، العجب بالعمل، يكون عندك عجب، يا سلام ده ايه العمل الجميل قوي اللي انا عملته ده انا صليت النهارده ركعتين حلوين قوي 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 قوي. خلاص؟ فالمعجب محبط عمله. واكبر مشكله المرحله الثالثه وقطع الطريق الثالث الاكبر منهم بقى هو الكبر. ان رؤيه العمل تؤدي الى العجب، والعجب بالعمل يؤدي الى الكبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذره بس من كبر لا يشم رائحه الجنه. يا جماعه فلازم نخلي بالنا من ال3 قطاع طرق دول كويس قوي. لا ترى عملك، بل شوف الناقص فيه وما تعجبش بيه ابدا، واعرف ان هو لا يليق بجلال الله، واياك تتكبر بعملك ابدا. وفي حاجتين كمان، حاجه اسمها الادلال ونسيان المنه. الادلال انك تحسب ان انت عندك دلال على الله بالاعمال اللي انت بتعملها، وانك بتمن على الله بهذا العمل. شوف الله سبحانه وتعالى بيقول: يمنون عليك ان اسلموا، بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان. فليه عندنا يا جماعه نسيان المنه؟ ان الطاعه اللي انت بتعملها دي انت مش بتدلل بيها على ربنا، انت ليه ناسي ان الله سبحانه وتعالى هو اللي بيمن عليك بيها اصلا؟ فدي نقاط مهمه جدا. بعد يا جماعه ما الامام ابن القيم ذكر قطاع الطرق دول، قال ان في بقى علل خفيه. الله سبحانه وتعالى سترها عنك، لانك لو اطلعت عليها هتقع فيما هو اخطر منها. يا ترى ايه هي العلل الخفيه دي؟ مستعدين نشوفها يا جماعه؟ طيب تعالوا نشوف ايه العلل الخفيه دي. قال لك العلل الخفيه دي يا جماعه 6 امور خطيره قوي نختم بيها: اليأس والقنوط والاستحسار وترك العمل وخمود العزم وفتور الهمه. فخلي بالك بقى، دي من اكتر الحاجات اللي بتخليك ما بتقربش لربنا، وبتخليكش عملك بيوصل وبيتم ويستمر، انك بتيأس كتير، تقول لك انا بدعي وحاسس ان دعائي ما بيستجابش، فتيأس من رحمة الله وتبقى من القانطين فيحبط عملك. الاستحسار، كل شوية قاعد مش بتتحسر على ذنوبك، لا ده فاتني كذا، ده انا المفروض اعمل كذا، قاعد على طول في استحسار سلبي ما هوش ايجابي. ترك العمل، انك قاعد مثلا عاوز تتعلم التجويد وحصل لك مشاكل فيه وكذا حد ضايقك فتترك عمل التجويد، فعمر ما العمل ده مثلا هيصل ليه ربنا. خمود العزم، انك لما تبقى سخن في الاول متحمس فجأة تكسل جدا جدا. واخيرا بقى واخطر حاجه فتور الهمه، وهي دي النقطه بقى هي دي النقطه يا جماعه الرئيسيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها. نقطه انك ليه ما بتكملش؟ ليه بتبدا تحفظ قران وما بتكملش؟ ليه بتبداي خطوات في الحجاب وما بتزيديش؟ ليه بتبدا تطلب علم وما بتكملش؟ هي دي فتور الهمه، هو ده اللي ضيع الامه يا جماعه، فتور الهمه. ولن يصلح الامه ويحييها من جديد الا الهمة. وعشان كده يا جماعة اخترنا ان يكون عنوان برنامجنا السنة دي ان شاء الله في رمضان قناة الندى هو برنامج همة، لان فعلا رب همة احيت امة يا جماعة. فنرفع همتنا مع بعض ونستعد لرمضان السنة دي يا جماعة كويس قوي، بان احنا نظبط المعاني القلبية دي ونقرب المسافات ما بين العمل وما بين القلب عشان القلب يتأثر بيه، وما بين القلب وما بين الرب عشان القلب يتأثر والعمل يصل إلى الله سبحانه وتعالى وهو طالع من القلب. ونخلي بالنا قوي قوي من قطاع الطرق، ونقابل الله سبحانه وتعالى بقلب جديد لمن يريد في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله.